لأي حد في أولى ثانوي هقولك على كام نصيحة كده ضروري إنك تعمل بيهم. الكلام ده لأي حد في أولى ثانوي، سواء كنت ثانوي عام أو خدمات أو منازل أو بكالوريا. كام نصيحة كده مهمين جدا لازم تعمل بيهم أيام الامتحانات، أو حتى كمان وإنت في لجنة الامتحان، أو حتى كمان بعد ما تطلع من الامتحانات. تمام؟ أنا عارف إن دي أول سنة ليك تمتحن في الثانوية، فركز معايا كويس في الكلام اللي انا هقوله، ويا ريت تسمع الفيديو للاخر ونجيب الخلاصه كده في النصايح اللي انا هقولها لك دلوقتي. زي ما قلت لك نصايح مهمه جدا ايام الامتحانات. بس لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، ونبدا كده ونجيب الخلاصه. زي ما انا قلت لك ان دي اول سنه ليك تمتحن في الثانويه، فاهم؟ ما تقلقش خالص. اول نصيحه، لازم تكون بارد. بمعنى انك ما تخافش من الامتحانات. اوعى التوتر يوقفك عن اي حاجة. لازم تكون بارد، ما تخافش. اسمعها مني، مش نهاية الدنيا، امتحانات عادية جدا والدنيا هتمشي عادي عادي جدا والله. فدي اول نصيحة، خليك بارد في الامتحانات وما تخافش من اي مادة، وادخل كده بقلب جامد، هي مش نهاية الدنيا. تمام؟ تاني نصيحة بقى، نفسك ثم نفسك ثم نفسك. انت في الاولوية، انت في المقدمة. بمعنى يعني في ايام الامتحانات حاول ما تضيعش وقتك مع حد، ما تديش وقتك لحد، حتى لو كان الحد ده صاحبك وقريب منك. ما تضيعش وقتك، استغل كل وقت. تمام؟ بعد كده وانت داخل الامتحانات، تمام، زي ما قلت لك خليك بارد والدنيا هتمشي معاك تمام. تقعد تاخد ورقة الامتحان بتاعتك، مالكش دعوة بأي حد. افصل عن الدنيا كلها، افصل عن الدنيا كلها وابعد عن الدنيا كلها. بمعنى مالكش دعوة بأي حاجة بتحصل في اللجنة، غش، خناق، صوت عالي، زعيق، أيا كان اللجنة بتولع، مالكش دعوة بيها. انت الورقة قدامك، تبص فيها، تحل. تمام؟ أي حاجة بتحصل في اللجنة مالكش دعوة بيها. ايا كان الورقه مثلا لو انت خدمات او منازل، ولو انت عام ومعاك التابلت، تمسك التابلت بتاعك حل الامتحان بتاعك ويولع اي حد. تمام؟ دي تاني نصيحه. بعد كده تالت نصيحه بقى، يعني اللي هي شبه النصيحه التانية شويه، اللي هي نفسك انت الاولويه. لو في حد هنا او حد هنا، او حد بينغزك من ورا، او زميلك بيندم عليك، او حد بيسألك من هنا، يولع، مالكش دعوة بيه. تمام؟ عشان عارف انا هعمل امتحانات اقسم بالله، واحد يندم من هنا، واحد يندم من هنا، واحد مرة تلاقيه قاعد بينغزك بالقلم. مالكش دعوة بكل ده، مالكش دعوة بيه. لما تخلص ورقتك وتخلص كل حاجة وتراجع كمان، لو انت حابب تغشش ماشي، بس انت الاول. افترضنا اتقفشت، يضيع عليك انت الامتحان غالبا هيضيع عليك انت. تمام؟ فانت نفض لاي حد، حل انت الاول، بعد كده شوف غيرك. تمام؟ وانت بتحل، النصيحة اللي بعد كده، وانت بتحل يعني لو في سؤال صعب او في نقطة صعبة سيبها دلوقتي، عشان ما تاخدش منك وقت كبير. لو في نقطة صعبة او سؤال صعب سيبها وعدي على اللي بعدها. لقيت نقطة تانية صعبة سيبها وعدي على اللي بعدها. خلص الامتحان كله بتاعك. تمام؟ بعد كده ارجع على النقاط اللي انت سبتها وابتدي فكر فيها، بحيث ان النقطة دي لو هي صعبة ما تاخدش فيها معظم الوقت تفكر فيها وتسيب الباقي، لا، خلص كل حاجة وبعد كده ارجع للنقاط اللي انت سبتها، ابتدي بقى افكر فيها وانت مطمن، على الاقل تكون حل باقي الامتحان. تمام؟ دي نقطة. بعد كده النصيحة اللي بعدها، حلينا، خلصنا، رجعنا، دنيتنا تمام. حبيت تغشش زي ما قلت لك براحتك، ما حبيتش امشي. وانت ماشي ما ترجعش. حاول وانت مروح بعد ما خلصت الامتحان ما ترجعش على اي حاجة. اللي حصل حصل ومش هنقدر نغيره، بس نقدر نغير المادة اللي بعدها. تمام؟ فحاول انك ما ترجعش. انت خلصت، سلمت، دنيتك تمام، طلعت بره، خد بعضك، روح. لو تستنى حد من صحابك تروحوا مع بعض ماشي، مفيش مشكلة، بس يعني روح، مش وقته. حاول تستغل وقتك وروح، ما ترجعش اي حاجة،
ترجعش اي امتحان. تمام، روح ذاكر اللي بعدها، حتى لو ادائك في المادة دي ما كانش احسن حاجة ركز في المادة اللي بعدها ان شاء الله هيكون كويس. وفي اولى ثانوي الترم الاول بيكملوا الترم التاني، يعني لو انت في مادة مش جايب فيها درجة كويسة وحاسس انك ممكن تنزل فيها تقدر تعوض فيها الترم التاني وتنجح برضه، فما تقلقش. تمام، بس كده يعني والفيديو خلص. يا ريت تمشي بالنصيحة دي على قد ما تقدر. أولويتك نفسك، حل انت الأول أهم حاجة. تمام، وركز على نفسك الأول، حاول ما تتوترش أو تخاف وخليك بارز في موضوع الامتحانات. لما تخلص تروح على طول، بلاش موضوع المراجعة. لو عايز تروح وتنام شوية أنا بنصح بكده بصراحة، إنك أول ما تروح نام لك ساعتين تلاتة، قوم بقى ذاكر المادة اللي هي تاني يوم أو تالت يوم أيا كان حسب الجدول اللي عندك. تمام، وهكذا وهكذا لحد ما تخلص والدنيا تمشي معاك تمام. لكن ما تحاولش تحمل نفسك ذنب مادة ما حلتش فيك، ما تحملش نفسك أي ذنب خالص. طالما أنت ذاكرت اوعى تحمل نفسك ذنب. لو لقيت الامتحان صعب وأنت ذاكرت ما تحملش نفسك ذنب. تمام، طالما الواحد تعب وعمل اللي عليه ما تحملش نفسك أي ذنب خالص، دي خدها مننا نصيحة يعني. تمام، كده الفيديو خلص، وأي حد محتاج أي حاجة يسألنا في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.